بصوا زي هش وجميل، وممكن نقطعه شرايح كده زي التوست ونفرد عليه الجبنه. تعالوا نشوف عملته ازاي. عندنا نص كيلو دقيق جميع الاستخدامات، والكيس لبن بودر، وخميره، ومعلقه كبيره سكر، ومعلقه صغيره ملح، وبيضه، و60 جرام زبده، يعني معلقتين كبار. في بوله هختبر الخميره، هحط ميه دافيه واحط السكر والخميره واقلبهم واسيبهم على جنب عشان نشوف هتعلى معانا ولا ايه، والصلاحيه بتاعتها شغاله. نختبر كده الخميره، هسيبها على جنب. ومن ناحيه تانية هحط على الدقيق اللبن البودر ورشه الملح، وهسيبهم على جنب لغايه ما نشوف الخميره بتاعتنا. الخميره بتاعتنا عليت، هحط عليها البيضه واقلبهم تقليبه حلوه كده مع بعض. ودي السوائل بتاعتنا هحطها على الدقيق، هنزل بيهم على الدقيق وهقلب كل الخليط ده كده مع بعض، وهعجن بميه دافيه. الم العجينه بتاعتي بالميه الدافيه لغايه ما تتلم معايا بالشكل ده. الم الجوانب من الطبق وانزل برشه دقيق على رخامه واكمل عجن لمده 5 دقايق رايح جاي كده ببطن ايدي. وبعد كده اجيب الزبده وادخلها في العجينه لغايه ما تشربها. كمل عجن لحد ما الزبده معايا تختفي وتتشربها العجينه وتتكون معايا كوره ناعمه وحلوه بالشكل ده. كده خلاص انا هسيبها في نفس الطبق تخمر، اغطيها بالاسترتش وكمان فوطه واسيبها في المطبخ. كده كده الجو حر، هتعلى معانا وهتخمر بسرعه. هنا انا هخمره مرتين، مره بعد العجن ومره التانية بعد التشكيل. انا قفلت على العجينه وهسيبها، احط عليها فوطه واسيبها في المطبخ. لو مستعجلين عليها ممكن نحطها في الفرن، ده في الفرن حاجه بسيطه. وهي خمرت معايا هرش رشه دقيق على الرخامه، اعمل العجينه كده رول، وبعد كده اقطعها على نصين عشان تطلع معايا رغيفين متساويين. هاخد اول كوره احطها على جنب، والتانية هفردها بالشكل ده. رشه دقيق عشان بس ما يلزقش معايا، ما تلزق معايا اديها رشه بسيطه كده دقيق. بعد ما فردت العجينه بالشكل ده هبدا اخد الطرف والفه لجوه وابرمه واتبت عليه بالشكل ده زي بعمل السويس رول. ولو في طرف كده مبين معايا ابدا ادخله لجوه بشكله بالظريف، ادخله لجوه بالمنظر ده، اتنيه تحت الرغيف وهشيله واحطه على الصاج بتاع الخبز بالمنظر ده. الرغيف التاني واشكله بنفس الطريقه لغايه ما يتفرد معايا. وبعد كده هجيب اول طرف الرغيف اتنيه لجوه بالشكل ده، اكمل لغايه ما تخلص معايا واوصل الطرف الاخير بالمنظر ده، واظبط كده الاطراف واحطه جنب الرغيف التاني، وهبرش الدقيق على الرغيف وبموس او بقطر او سكينه حاده اعمل فتحات بالمنظر ده. وفي الرغيف التاني هكرر العمليه، هيبقى معانا بالشكل ده او المنظر بتاعه اهو من قريب. وبعدين هغطيه واسيبه يخمر لتاني مره ويعلى معايا، وبعد كده ندخله الفرن ونشوفه مع بعض. وهنا خمر معايا بقى بالمنظر ده وكبر الضعف بالمنظر ده كده خمران معايا. لازم يخمر معايا عشان يبقى هش من جوه. وبعد كده هدخله على فرن سخن على الرف
وهنا بقى انا غاليه ميه في صينيه، سايبه ميه سخنه تغلي تحتيه على اساس البخار يسويه. وهنا بدأ ياخد معايا لون حلو واستوى معايا بقى الشكل ده. بصوا الطراوه بتاعته عامله ازاي. على فكره انا بقطعه وهو سخن، المفروض اقطعه وهو بارد شويه. بصوا جميل، والطراوه بتاعته طري حلو قوي وريحته جميله، حاجه تحفه في البيت واوفر وانضف. سخن على فكره، مش عارفه امسكه. بصوا الخروشه بتاعته وكريسبي من بره وطري من جوه، حاجه جميله، حاجه عاملينها بايدينا وجميله وموفره. بصوا هش وتحفه، ممكن نفرد عليه الجبنه اهو المنظر ده. ناعم وجميل وكريسبي من بره وطري وهش من جوه، مفيش بعد كده ولا اروع ولا اطعم من كده. جربوه، يا رب الوصفه تعجبكم. صحه وهنا على قلوبكم.